بالظبط. ايوه على مش حضرتك ساحر قاعد ليه؟ روح هنا وتعالى هنا. حضرتك في مدير السيرك؟ انا مدير السيرك. فعلا كده انت مدير السيرك. اهلا بيكم. امروني، عايزين ايه؟ عايزين نشتغل هنا في السيرك. ايوه بس انا ما شفتكمش قبل كده في اي سيرك. هو انت يعني عارف كل الناس اللي بتشتغل في كل السروك؟ طبعا. ما هو احنا مش بنشتغل في مصر، احنا عالميين. انزل جنوب افريقيا واسال عن نور الشريف وعمر الشريف. الله يرحمهم الاثنين، انا بتفرج عليهم كتير. الله يرحمهم ايه؟ لا احنا نور الشريف وعمر الشريف. اهلا بيكم. وانا شبل الحادق. ايه الحادق دي؟ ايه ما سمعتش عن سيرك الحلو؟ ده سيرك الحادق بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. اهلا. عايزين ايه بالظبط؟ مش فاهم. عايزين نقدم فقره الاسد. فقره الاسد؟ انا دربت كل اللي بيعملوا فقره الاسد في البلد، مش فاكر اني شفتكم يعني. ما قلنا لحضرتك احنا عالميين مش ايوه بس دي فقره خطيره جدا، عايزه ناس قلبها جامد زي كده، ناس تشوف الاسد ما تتهزش. وبعدين لازم الاسد يبقى متربي معاكم من هو صغير. ايوه ما احنا معانا الاسد بتاعنا. حلو، معاكم الاسد وراكنينه تحت ولا ايه؟ معاكم راجلين تستنى سيمبا الحق تعالى. لا امسكوا كويس، امسكوا ايه كويس. يا استاذ شبل عيب كده، هو ده انت راجل صاحب سر. ايوه بس مش صاحب الاسد. انتوا مقدرين خطوره اللي بتعملوه ده؟ ما تخافش سيمبا ست سليب بس. جود بوي سيمبا. يلا بقى سلم على اللي هياكلنا الشهد. لا شكرا. خلاص ستي ما تخافش منه. انتوا دربتوه ازاي على الحاجات دي؟ لا ده سر اللعنه بقى. إيه؟ سر المهنه. دي شغلانتنا بقى. بس انتوا هايلين قوي، انتوا هتشتغلوا معايا. بقول لكم ايه، ادي العربون اهو. على طول كده؟ لا عربون ايه، عربونين اهم، وهروح اجيب العقد جري واجي لكم بسرعه. ايه ده؟ على طول كده؟ ده شافه بس كده. ده انت راكل من وراك الشهد. حضرات السادة الحضور، حضرات المشاهدين، حضرات السادة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في سيرك الحادق. الآن يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم المدرب العالمي القادم من جنجل أوبوك، القادم من جنوب أفريقيا مع جومانجي العصر مع طرزان مصر، نور الشريف. معلش جمهوري الحبيب، النهارده هنقدم فقره ما حصلتش في العالم كله قبل كده، واول مره هننفذها هنا في مصر. النهارده هنقدم لكم فقره الاسد بس من غير قفص. استنى يا عم، انت رايحين فين؟ يا اقعدوا ما تخافوش. اقعد يلا اقعد. فليبقى كل في مكانه. كله يقعد ما تخافوش. النهارده هنقدم لكم الفقره دي وعلى ضمانتي محدش يتحرك من مكانه. دايما بنشوف الاسد في مواقف شريره، بنشوف الجانب الشرير عند الاسد. النهارده هنقدم لكم الجانب الانساني عند الاسد اللي محدش شافه قبل كده، زي الاستاذ عادل ادهم في الافلام كان دايما يطلع شرير، لكن في فيلم سواق الهانم مثلا طلع طيب، كان بيبيع ورد. استاذ طارق الشناوي في ايه حضرتك؟ مالك؟ ايه عايز ايه؟ ايه لا الكلام ده نقوله في ندوه ثقافيه على ضفاف النيل. قدم تقديمه حلوه لو سمحت. ايوه بقى اسكت. الان اعزائي المشاهدين مع الفقره التي طالما انتظرتموها وحلمتم بها، فقره الاسد. حقيقه اعزائي المشاهدين انا لا ادري ماذا ادعو هذا الاسد. ادعوه الاسد المعجزه ام الاسد الخرافي ام الاسد الاسطوره ام النافوره ام الشبوره؟ لذلك سوف ادعوه اعزائي المشاهدين سيمبا. إن هذا الأسد الذي سوف يمثل أمامكم إنه لمدرب على انت يا ابني انت هتقف في المحكمه، هتترافع في السيرك. عايز إيه؟ مش بعمل لك يمثل امامكم. بعمل لك تقديمة حلوة ليك أنت وأبوك علشان تكسبوا تعاطف الجمهور. اسكت ما تتكلمش خالص. وزي ما شفنا الجانب الشرير دايما عند الاسود، النهارده هنشوف الجانب التافه عند الاسد، والنهارده بنقدم لكم الاسد سيمبا.